أول خطوة علشان تبتدي دايت مظبوط ويتحول بعد كده لنظام صحي تقدري تمشي عليه وما تزهقيش، هو إنك تعرفي مشكلتك فين الأول. أنا كانت مشكلتي إني باكل كميات صغيرة، بس باكل في نص الوجبات سناكس سعراتها عالية. كنت عايزة أنقنق طول الوقت في أي حاجة، وحاجتين حلولي المشكلة دي. أول حاجة كانت الصيام المتقطع، وده هايل للتحكم في الشهية. وتاني حاجة إني منعت أي أكل ما بين الوجبات حتى لو هاكل حاجة صحية. قلت أنا هاكل من 2 ل3 في اليوم كبار من غير نقنقة، وفعلا لما بطلتها وفطرت صح شهيتي قلت كتير عن الأول. الصيام المتقطع عشان يجيب معانا نتيجة لازم نفهم الأول هو بيشتغل ازاي. هو الهدف منه انك تقللي عدد الساعات اللي بتاكلي فيها وتحدديها، فطبيعي لو انتي ماشية على نظام هيقلل السعرات اللي داخله جسمك. تاني حاجة مهمة بقى وهي الأكل اللي أنا بفطر عليه أو بكسر الصيام عليه. جسمك وهو صايم أول حاجة هتدخليها هتتخزن، فكوني حريصة انك تاخدي كمية محترمة من البروتين. حاولي تبعدي عن النشويات في الفطار لو عايزة تشوفي نتيجة سريعة، خليها بس في الغدا. لو فطرتي صح هتلاقي نفسك شهيتك قلت على مدار اليوم، مش حاسة انك عايزة تاكلي حاجة حلوة طول الوقت. حاولي تصومي عدد ساعات مختلف، ما تثبتيش عدد معين كمان. يعني صومي مثلا 16 ساعة في يوم، 14 مرة، 12 مرة المهم. ويوم تاني ممكن ما تصوميش خالص. المهم ان جسمك ما يتعودش على حاجة معينة عشان ما يثبتش. راقبي سلوكك على مدار اليوم وانتي بتاكلي. لقيتي ايه؟ هل عندك شراهة جامدة للحلويات؟ طيب ده مش طبيعي وممكن يكون له اسباب كتير، منها انك مثلا بتفطري معجنات، حلويات، بتفضلي عندك كريفنج ليها طول اليوم. ممكن تكوني ما بتاكليش كميات كبيرة من الاكل بس بتاخدي سناكس كتير. وزنك بيزيد، بتاكلي حاجات انتي فاكرة ان هي صحية لكن هي مش صحية خالص وسعراتها عالية. راقبي نفسك واسمعي جسمك الاول قبل ما تختاري النظام اللي هتمشي عليه. لقيتي فين بقى المشكلة؟